النهارده نوع السلطه حلو ولذيذ بينزل يرطب على القلب. انا عن نفسي بحبه جدا. هنعمل مع بعض الكول سلو، مكونات بسيطه. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. نزلت كرنب متقطع شرايح، ونزلت عليه بشر جزرتين، وهنحط معلقتين عسل حلوين كبار كده. لو العسل مش متاح عندك مفيش مشكله، ممكن تستبدليه بسكر. تمام. بس كمان من ضمن المكونات اللي انا هحطها هنزل معلقتين زبادي. عايز تستغني عنه مفيش مشاكل، بس انا بحب الحاجات اللي انا هحطها كمان غير الزبادي. هحط يعني ملح بسيط عشان يعادل الطعم مع العسل. وهنيجي بقى المكون الجميل اللي احنا عملناه مع بعض، المايونيز. فاكرين المايونيز اللي عملناه مع بعض؟ الفيديو هتلاقيه موجود عندكم. هحط بقى معلقتين 3 4 حلوين كده، انا بحبه يبقى ظاهر فيه قوي وغني جدا، بحسه بيدي قوام كريمي كده، بيبقى حلو. احط كمان معلقه خل، وهقلب كل المكونات دي مع بعض. بجد الكول سلو انا بحبه وبعشقه. ممكن تعمليه جنب وصفات كتير، قيمته الغذائيه عاليه. محطوط فيه المايونيز، احنا عملناه مع بعض، عملناه من لبن وجبنه مثلثات وزيت، طبعا زيت نوع زيت نظيف. القيمه الغذائيه بتاعه النوع السلطه ده غني جدا. جربوها هيعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش في شير كتير الفيديوهات عشان يستفاد منها اكبر قدر ممكن من الناس. كل سنه وانتم طيبين وبخير. كان معاكم نجوى الحوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.